برج العقرب يا برج العقرب، مصيرك في 2026 هيعرفك في الفيديو ده حاجات كتير جدا، وانت هتقولي حصلت. وبإذن الله السنة الجديدة هتكون حلوة ليك. صلى على النبي وتعالى شوف مصيرك في السنة الجديدة بعد العذاب اللي انت عايش فيه هيكون ايه. لو انت بقى برج العقرب وبتتفرج عليا فاسمعني كويس جدا. سنة 2026 مش سنة عادية. ايوه، مش سنة عادية عليك خالص. دي سنة فيها كشف حساب، يا تطلع منها انسان قوي من اي وقت فات، يا تسيب وراك ناس وجع وذكريات عمرك ما كنت فاكر انك هتسيبها. والعقرب في 2026 مش هيجامل ولا بيستحمل ولا هيسكت. فتعالى بقى، اول السنة كده هيكون في وجع صغنون، هتقفل صفحة. بالظبط، ايوه هتقفل صفحة. بداية 2026 هتحس ان في حاجة بتتشد منك غصب، علاقة، شغل، صداقة، او حتى حلم كنت ماسك فيه بايدك واسنانك. الوجع مش لانك ضعيف، لا، الوجع لانك كنت متمسك زيادة عن اللزوم بالحاجة دي، فعشان كده هتزعل. وانت دايما قوي، بس في السنة دي هتتعلم ان القوة مش انك تستحمل، القوة انك تسيب وتمشي ومن غير ما تبص وراك كمان. ايوه، هيكون في غربلة كده قاسية بس رحيمة. هيكون في عندك علاقات هيكون ليها فلترة، اللي بيحبك بجد هيقرب اكتر، واللي كان عايش على صبرك هيختفي لوحده. وهتكتشف خيانة قديمة للأسف، أو نية كانت مستخبية. بس بدل ما تنهار هتضحك ضحكة كده، الشخص اللي أخيرا فهم اللعبة. وفي علاقة عاطفية، يا هتكون نهاية من غير رجوع، يا بداية مختلفة مع حد شايفه على حقيقته. أيوة، وشايفك كمان على حقيقتك. سنة 2026 هيكون فيها قرار شغل مصيري جدا، يتغير مكان، يتغير مجال، يا ترقية جاية بعد التعب طويل. هيكون عندك فرص فلوس أكتر وراحة أكتر، مصيرك كله هيتغير. أيوة، مش الاتنين مع بعض، الاختيار هيكشف لك. يعني الفلوس هتيجي بس بعد ما تقول كفاية، أنا استنزفت، أنا تعبت، أنا خلاص. هتلاقي نفسك يعني بتحاول ان انت تبعد عن اي تعب. وتكون دي سنة التحول الحقيقة لبرج العقرب. مش هتبقى الشخص اللي بيشيل وجع كله لوحده، ولا اللي بيسكت علشان ما يخسرش حد. وهتتعلم تقول لأ، مش دلوقتي، مش مقبول، ستوب. ايوه، وهتحس الاول مرة انك خفيف مش تقيل زي زمان. ايوه، واخر 26 بقى هيكون عندك كده احساس بالقوة، وهتبص كده وتقول ايه ده، انا نجيت من كل ده ازاي، انا الدنيا ما رحمتنيش، انا ازاي عديت، وازاي اخترت نفسي. مش هتصدق نفسك. السنة دي هتطلعك اهدى واوعى واقرب لروحك بجد. ولو انت البرج العقرب بقى، افتكر دايما انت مش شرير، انت بس ما بترضاش تعيش بنص قلب. و2026 سنة بتقولك اللي يستهلك هيكمل معاك، والباقي مع السلامة في داهية. فمصيرك في السنة الجديدة هيكون حلو، انت بس قول يا رب انت فين. هي اتمنى لكم السعادة والهنا، وربنا طبعا هو اللي في ايده كل حاجة، في ايده السعادة وفي ايده يعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. فكل المطلوب منك ان انت تقول يا رب، عشان ربنا يدي حياتك تفاؤل وحب وسعادة وما يدكش وجع. ربنا كبير، ودعواتك انت اللي هتدعيها هي اللي هتتحقق. خدوا بالكم من، مش عارفة المثل، بس انتوا يعني بجد احلموا بالسعادة، ما تحلموش بحاجة وحشة وربنا هيحققها لكم. انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.